ممكن اكلم الشيخ؟ اتفضلي يا فندم، تحت امرك. ازيك يا شيخ؟ الله يحفظك يا رب ويكرمك. لو سمحت والله يا شيخ، انا كنت متجوزه وجوزي يعني بيعاملني معامله مش كويسه خالص. ليه بيعاملك السبب ليه بيعاملك معامله مش كويسه؟ يعني عشان موضوع الخلفه وكده، مع انه هو متجوزني وعارف ان انا ما بنخلفش. لا 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 قوة إلا بالله. يعني هي الخلفه يعني هو عارف انت، يعني انت كنت متزوجه قبل كده اه، هو وهو رضى عارف ان يعني. انت ما بتخلفيش؟ اه. وهو مخلف متجوز قبل كده؟ اه، كان متجوز وكان معاه بنت. طيب ماشي، طيب وعاوز ايه عايز بقى؟ ايه بقى؟ عاوز يعني بيتعامل معايا معامله مش كويسه، ما نعرفش يعني هو بيتعامل معايا كده علشان خاطر يكرهني في العيشه ونسيب له البيت وكده، وعرفت يعني بعد كده ان هو بيدور على الجواز وكده وعاوز يتجوز. لا حول ولا قوة. فين اهلك طيب؟ اهلي محدش يعرف بالكلام دي يا شيخ، لاني يعني انا مش متاكده بصراحه ربنا ان هو هيتجوز لا ولا لا لا. لا، حتى لو هو بيعاملك معامله مش كويسه، يعني يعني انا معلش انا اسف، يعني هل هو مثلا بيشتمك؟ هل هو بيضربك؟ يا هل شيخ خصام على طول. ما بيكلمكيش خصام ابدا؟ لاقل حاجه بيتلكك كده علشان ما طيب يكلمنيش، انت ممكن ما يقعد بتحاوليش بال20 يوم ما تكلميه تقولي يكلمني. له، ما بتحاوليش تقولي له انا بنكلمه ليا زوجه وفي حقوق بنكلمه وواجبات؟ ما بيردش عليا، وممكن لو هو قاعد معايا في البيت يسيبني وين. طيب حاضر. المهم يا شيخ، سؤالي يعني بعد إذنك، يعني إيه يعني هو دلوقتي يعني لو مشيت وطلبت الطلاق ومشيت وسبته، أنا عليه ذنب؟ طب بس سؤال، بس انا هطلع يعني هسألك سؤال، هو بينفق عليك ولا لا؟ يعني ما بيسيبليش ولا مليم في البيت، طيب سؤال ولو تاني، عدت. سؤال تاني، معلش انا اسف. هل هو بيعتاد مثلا ان هو يشتمك؟ هل بيعتاد ان هو لا، ما يضربك؟ بيشتمنيش ولا بي... بيضربني ولا بيشتمني. تمام، لكن اللي هو خلاص بيزهقها. بيزهقك يعني؟ ما بيكلمنيش، وممكن يقعد ب20 يوم ولا سلام عليكم ولا أي حاجة، ومثلا لو قلت له أنا تعبانة ولا كده يسيب لي فلوس على قد الكشف بس. بس بس وما يسيبليش فلوس أكتر من كده. لا حول ولا قوة الا بالله. حاضر. ولو مثلا عاوزة عباية ولا كده ما يدورش ان انا عايزة نشتري عباية، عايزة نشتري لبس ليا، ما بيدورش على موضوع ما اللبس يجيب بتاعي دي لهاش. خالص. ايوه، يعني هو ما بينفقش عليك اهو، هو الاكل والشرب بس في البيت وخلاص. لكن اللبس والكسوة والكلام ده ما فيش. لا. لا حول ولا قوة الا بالله. حاضر حاضر. ماشي يا انا حبيبي. يا شيخ لو مثلا يعني عرفت ان هو هيتجوز وسبت له البيت وطلبت الطلاق، كده عليا ذنب؟ طب انت عاوزاه ولا مش عاوزاه؟ انا يا شيخ بس عشان خاطر انا كان عليا والله، يعني ايه، مش عاوزة نتطلق تاني لان انا اتطلقت قبل كده، ويعني ووالدتي تعبت بسبب موضوع الطلاق وكده. لا حول ولا قوة. حاضر يا فندم. لا حول ولا قوة يعني إلا والدتي دخلت في غيبوبة وكده، أنا ما كنتش عايزة نتجوز تاني، بس هي دخلت في غيبوبة وكده اللي خلاني اتجوزت تاني. حاضر يا فندم، حاضر حاضر. اولا ربنا يسعدك يا رب ويسترك ويبارك فيك ويسعد قلبك ويكرمك ان شاء الله ويزيل آمين يا رب. الهم والكرب ده عنك يا رب العالمين. لا شك ان الزوج اللي بيعمل كده مع زوجته ده انسان ظالم. انا دايما اقول انسان ظالم، انسان الظالم لا يفلح، الظالم لا يهديه الله، الظالم له اللعنة يوم القيامة وله سوء الدار. ده الظالم. والمظلومة لما تيجي تدعي على الظالم الله يستجيب، مفيش حجاب. فتخيلي هو أخذها بكلمة الله واستحلها بأمانة الله عز وجل، أخذها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، ثم مع ذلك يبقى فيه الخصام والهجر ده. لا ده حتى الهجر ده 3 أيام بس، وبعدين يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم من الذي يبدأ بالسلام. الزوجة اللي ما بينفقش عليها في قضية حتى الكسوة ويرميها كده، لا، وهو متزوجة ان هي عارف ان هي ما بتخلفش، وهي هتعمل ايه يعني؟ فإذا كان هو خلاص تستحيل معه العشرة، لا يفارق بالمعروف، يا إما يمسك بالمعروف أو يسرح بإحسان. ده كلام الله عز وجل. طب المرأة لو وقع عليها الضرر النفسي بالطريقة واستحالة تعيش، أنا دايما أقول كده، المرأة لازم يبقى لها كبير. ما ينفعش اللي تتنازل 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 يا أستاذة دعاء، والراجل بقى إيه، ما هي ما بتحكيش لأهلها، أصل هي ملهاش كبير، أصل هو خاصة لو الراجل ده ما عندوش دين، يعني ما عندوش رحمة، فبيبدأ بقى يتك أكتر. لا، المرأة يبقى لها كبير، تبدأ تدخل أبوها، تدخل أخوها، تدخل أي حد. وبعدين لو استحالة تعيشها، خلاص يا جماعة يبقى نخرج بالمعروف زي ما دخلنا إيه بالمعروف. طب الضرر النفسي اللي وقع عليا وأنا مش قادرة خالص، هل ينفع أنا ممكن أطلب الطلاق ويبقى عليا ذنب؟ لا، ما عليكيش ذنب، لأن ده ضرر، ومن حق المرأة إذا وقع عليها الضرر أن تطلب، لكن لازم تدخلي حد من أهلك الأول، يمكن الحال يتعدل. نسأل الله الهداية لهم يا رب. ربنا يهدي يا رب.